أسرار وتكات الناجتس بتاع أشهر المحلات. النهاردة هجيبلك أسرار وتكات ازاي تعملي الناجتس في البيت بطريقة مضمونة وكمان بنظافة وطعمه خطير. أنا هبة إبراهيم. بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة وكمان خطير. شايفة لونه ذهبي قد ايه وكريسبي من بره وطعمه يجنن. لو عجبك وصفاتنا ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. هاتي بقى كيلو او اي كمية من صدور البانيه، نكون غسلينها كويس جدا ومصفينها من اي نقطة مية. هنفرمهم في الكبة وهنحط عليهم كيس فيجيتار. ده هيغنيكي عن اي توابل وملح وفلفل اسمر ومعلقة من الكركم، معلقة من البابريكا، معلقتين كبار من الدقيق. وهننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت عشان ما تلزقش معاكي. هو ده القوام المناسب جدا. لو لقيتيها بتلزق معاكي حطي معلقة صغيرة من الزيت. بدأنا فرمنا كل الكلام ده. شايفة لونها حلوة قد ايه؟ وكمان ما ضفناش اي حاجة، احنا حطينا معلقتين الدقيق علشان ربط معايا، تربط معايا الناجتس وما يفكش معايا خالص. بططيها بقى، كوريها، افرديها بين كيسين تلاجة. المهم الشكل اللي يريحك اعملي. بدأت هنا ابططها كده بين ايديا وافردها بالسمك 1 سنتي كده عشان ما تبقاش لا سميكة قوي ولا رفيعة قوي. انا عايزة السمك ده يكون وسط. عندي بقى كوباية من البقسماط، كوباية من الكورن فليكس، وعندي كوباية لبن دوبت على فيها معلقة دقيق وملح وفلفل. وهنا برضه نزلت في الطبقة الاولانية اللي هي اللبن، وبعد كده نزلت في الطبقة التانية اللي محطوط فيها بقسماط وكورن فليكس، وبدأت احط كيس تلاجة وخلصت كل الكمية بالشكل ده. زيت سخن جدا على درجة حرارة متوسطة هنزل بيهم في الناجتس بعد ما حطيته في الفريزر حوالي 10 دقايق. بدأت احطه بقى على الشبكة بتاعتي كده يصفي عشان انا عايزة احتفظ ان هو يكون كريسبي ويبقى طعمه يجنن. قدميه مع رز مع صوص الكاتشب خطير، لازم تجربوه. باي باي.